جاي تنصحني وتقولي تعمل فلوس من الإنترنت والطريقة اللي مش عارف ايه، والسبوبة رقم 2500 كان القرد نفع نفسه. أيوة، كنت نفعت نفسك، وانت متبقاش تبع العبيط وتمشي وراهم. قبل ما تمشي وراهم دور وراهم، هتلاقيه بقاله سنين في نفس الأوضة، هتلاقيه بقاله سنين بنفس اللبس. طب ما هتيجي تقولي فلان بقى معاه عربية وفلان بقى معاه فلوس، هقولك استنى، شوف فلان ده شغال ايه جنب الشغل اللي هو بيتكلم عليه. مش شبهك بيدور ان هو يسيب الشغل اللي هو فيه عشان شغال 48 ساعة في اليوم، وعايز يسمع كلام فلان عشان يجيب ملايين فجأة وهو قاعد في البيت. صدقني، الناس دي كلها 99.9 منهم نصابين، بيلعبوا على أحلامك، عايزين بس يجيبوا مشاهدات. انت اساسا مصدر دخلهم على اليوتيوب. تعالى كده نبص، دي آلة حاسبة لليوتيوب، شوف السبوبة واصلة لحد فين. هو طبعا عايزك تفضل موجود معاه في الفيديو عشان خاطر تسجل في الصفحة، وعشان خاطر تعمل فلان الفلاني وتدور على فلان وتتابع الفيديو لحد الآخر، لأن كده مشاهداته في الطالع، كده مشاهدته بتزيد، كده بيكسب أكتر. وطبعا هتوصل في الآخر مش هتلاقي أي حاجة، وتدخل وتقول له يا فلان جربت الطريقة وما نجحتش، هيقولك طب يلا بارت 2 بارت 3 وهلم جرب. والمشكلة يا أخي إنك هتلاقي ناس بتكتب له في الكومنتات تم حبيبي تسلم الموضوع شغال معايا. صدقني الناس اللي بتكتب له الكلام ده كله صحابه، ناس مش حقيقيين، ناس يا إما أصدقائه ومعارفه وبيساعدوه، يا إما ناس تانيين متفقين مع بعض يدعموا بعض بالكومنتات عشان خاطر يزودوا المشاهدات والتفاعل عندهم. فنصيحتي ليك، ما تصدقش أي حاجة تشوفها على السوشيال ميديا، ما تحاولش تجرب أي حاجة تشوفها، الناس دي كلها وهميين، انت الوحيد الحقيقي اللي فيهم.